دمرت حياة أسرة بأكملها. أم مطلقة استقالت من عملها وأبناء عاطلين وجسد هامد لصغير لا يقوى، التي راسلتنا من خلال موقع الفيسبوك يرويها لنا الزميل فهد بن جليد، وإن كانت تحوي بعض اللقطات المزعجة. الصورة والنقيض وما بينهما لغز لم تجد الأم المكلومة له جوابا سوى خطأ طبي خلف عدنان كأثر بعد عين. فقد كان طفلا طبيعيا متفوقا في دراسته، إلا أنه شعر بحرارة فطلبت الأم النجدة من طبيب أخطأ الطريق، فظل قطار العائلة بأكمله بعد ضياع حواس الطفل عدا السمع. عدنان طبعا كان يدرس بالصف الثاني الابتدائي، وكان وضعه من الناحية الدراسية جدا ممتاز، كان يطلع من الأوائل، وفجأة جاته حرارة، ارتفعت درجة حرارته، فاضطريت إني أذهب للمستشفى. دخلت من قسم الطوارئ لأنه كانت الساعة متأخرة من الليل، وأعطاه الدكتور مضاد حيوي على أساس أنه يخفض درجة الحرارة. تشنج في ساعة متأخرة من الليل، صرت يعني أطلب من السيستر المساعدة على أساس أنها تنادي الطبيب المناوب، لأنه عدنان بدأ يتشنج وماني عارفة. أنا أساسا والله يا أخ فهد إني ما أعرف إيش هو التشنج، والله ما أعرف كيف الطفل لا تشنج، كيف وضعه ما أدري. أنا شايفة ولدي بدأ يغيب عن الوعي، أصيح أقول يا عدنان يا عدنان ما يستجيب. آمنت العائلة بقضاء الله وقدره، ونقل عدنان وأمه المطلقة للعاصمة الرياض بعد أن استقالت من عملها لتكون بالقرب من المنابع الصحية ودوائر القرار للبت في حالة الصغير. يأتي هذا كله وسط معاناة الإطعام والإخراج اليومية التي يتجرع فيها عدنان وأمه الأمرين. توقعت انه زي ما قال الدكتور انه فاقد للنطق او فاقد للنظر او فاقد للحركه، يعني انه هو ممكن ما يتحرك. فاذا بي وجدت ولدي فاقد كل شيء ولله الحمد، اللهم لك الحمد. فقد النطق والبصر والحركه والحمد لله رب العالمين، وأصبح طفل معاق كليا يعتمد كليا علينا. عدنان وأمه وإخوانه يسكنون ملحقا مكونا من غرفتين ودورة مياه واحدة رضوا فيها هم وجاهدوا لتأمين أجرتها، إلا أن صاحب العقار كان له رأي آخر مما جعل المرأة وطفلها عرضة للتشرد من جديد. المشكلة اللي أنا بواجهها حاليا هي إنه أنا وأبنائي نسكن في بيت يتكون من غرفتين. الغرفتين ما أستطيع حتى إيجارها، والله ما أستطيع إيجارها، لأن الضمان الاجتماعي ما يكفيني. فين أذهب يعني؟ هذا اللي أنا قاعدة أفكر فيه. فأنا أرجو من الله ثم من أهل الخير ممن يا ربي وضع في قلوبهم الرحمة والرأفة، ويا ربي هم أصحابنا ومسلمين زينا وهم من أهلنا ومن ذوينا ومن حميتنا، إنهم يمدوا يد العون لعدنان، إنهم يساعدوا عدنان مو أكثر. يأبى الصغير إلا أن يشارك أمه صرخاتها، وكأنه يدعو من في قلبه رحمة للنظر إليه بعين العطف، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. لبرنامج MBC في أسبوع، فهد بن جليد، الرياض.